لو أنت متداول في الأسواق المالية فخليني أحكي لك قصة سريعة. سنة 1973 العرب قرروا إن هم يقطعوا النفط عن أمريكا، وقتها النفط سعره اتضاعف 4 مرات والتضخم ارتفع بشكل كبير جدا، والفدرالي الأمريكي رفع الفايدة وأسواق المال في أمريكا خسرت 50% في سنتين اتنين. دلوقتي بقى في 2026 مضيق هرمز مغلق و20% من نفط العالم واقف، والنفط أسعاره بترتفع بشكل كبير، والتضخم هو أصلا موجود، والفدرالي الأمريكي مش قادر إن هو يخفض الفايدة. طب معنى الكلام ده بقى كده إن التاريخ بيكرر تاني؟ في الأول ده اللي كان ظاهر لنا. اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان دول دول بتستورد كل نفطها من الخليج، والمفروض هم أكتر ناس تتضرر في الأزمة الحالية. في أول الأزمة اليابان أسواقها نزلت 13% في أسابيع قليلة جدا، وبعد كده بقى مؤشر النيكي الياباني رجع وعمل قمة تاريخية. في كوريا الجنوبية حصلت قمة تاريخية، وفي تايوان نفس الوضع. طب ليه؟ ببساطة جدا في 2026 في قوة تانية بقت موجودة في السوق، قوة ما كانتش موجودة سنة 1973 اللي هي الذكاء الاصطناعي. نص وزن مؤشر النيكي الياباني دلوقتي في شركات الاي اي وفي السيمي كوندكتورز. سامسونج في كوريا قيمتها تخطى $1 تريليون، وتي اس ام سي في تايوان اسعارها مستمره في الارتفاع. المستثمرين قالوا ايوه النفط غالي بس الارباح من الاي اي لسه جايه وبقوه، وبناء عليه اشتروا. وفي جمله مهمه قوي سمعتها من محلل على سي ان ان: اوروبا معهاش نفط ومعهاش اي اي، اسيا معهاش نفط بس معاها اي اي، امريكا اللاتينيه معهاش اي اي بس معاها نفط. يعني مين اللي بيعاني فعلا؟ اوروبا هي اللي معهاش حاجه. الستوك 600 الوحيد اللي لسه تحت مستوياته قبل الحرب. التاريخ هنا بدا يتكرر، بس الاي اي كسر النمط في كل مكان موجود فيه تكنولوجيا. طب المكان اللي معهوش تكنولوجيا بقى هيعيش نفس سيناريو 1973 من اوله.